السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جونيور 4؟ معاكم ميس إسراء حسان. الفيديو ده أنا عاملاه عشان أوضح حاجات كده احنا ممكن نبقى متلخبطين فيها أو مش عارفين نفرق ما بينها. أول حاجة عندنا الباتري. طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض. أدي الباتري، تمام. الباتري دي يا ميس الانرجي اللي هي stored inside the battery، او اللي جوه متخزنه جوه الباتري. وخلي بالنا من كلمه stored، يعني متخزنه. chemical energy، طول ما الباتري كده موجوده في ايديا هي كده بتعمل ستورد للكيميكال انرجي، موجوده في الاستيشنري شوب او المكتبه فيها كيميكال انرجي. اول ما احطها يا ميس بقى في اي ديفايس زي الريموت كنترول، قال يا ميس كده converted into، بتتحول ايه على طول؟ بتتحول لالكتريك انرجي عشان اقدر ان انا اعمل اوبريت لمين؟ للديفايس. يبقى اول حاجه تاني، يبقى الباتري inside it stored inside it chemical energy، لكن produce بتطلع ايه؟ بتطلع يا ميس electric energy. دي اول حاجه نخلي بالنا من الحته دي. في حاجه كمان عندنا قلنا اتكلمنا على المارس روفر كيوريوزيتي، وقلنا المارس روفر كيوريوزيتي بيستخدم يا ميس السولار بانلز وبيستخدم كمان الباتري، بيستخدم الاثنين مع بعض، مش بيستخدم حاجه واحده. عشان كده يا ميس بيقدر ان هو يعمل اوبريتد لفور لونج بيريود اوف تايم، لفتره طويله. طب يا ميس ازاي بيستخدم السولار بانلز وازاي بيستخدم يا ميس الباتري؟ اول حاجه يا ميس السولار بانلز بتاخد السولار انرجي اللي جايه من الصن، كونفرتد ات بتحولها لايه؟ لالكتريك انرجي. طب حلو الكلام. بعد كده يا ميس مين اللي هيعمل ريتشارج للباتري؟ السولار انرجي لما اتحولت لالكتريك في السولار بانلز، انا خدت الالكتريك انرجي دي اللي طلعت، عملت ايه؟ عملت ريتشارج، شحنت بيها مين؟ شحنت بيها الباتري. طب ايه كمان عندنا؟ طبعا احنا اتكلمنا عن الفيول، واتكلمنا عن الفيول احنا قلنا ان هو any substance، اي substance يا ميس when burned it، اول ما بعمل لها burn على طول produce thermal energy. طب اقدر اقول يا ميس على البيبر دي فيول؟ طب ما انا يا ميس بعمل لها burn، هل بتديني thermal energy؟ قال لي لا. طب اقدر اقول على البلاستيك؟ قال لي لا. قال لي طيب زي ايه مثلا؟ عندي الوود، عندي الكول، عندي الناتشورال جاز، عندي الجازولين. عفوا. طيب اتكلمنا كمان يا ميس ان انا عندي تايبس اوف فيول، يعني الفيول ده مفيش منه نوع واحد، في منه نوعين. نركز بقى في الحاجات اللي انا هقولها ديت عشان نقدر نعمل ديفرنشيت بين التو تايبس او النوعين. اول حاجه عندنا هنا، طيب تعالوا كده مع بعض. ادي يا ميس عندي البلانت، تمام. البلانت وادي الارث او السيرفيس بتاع الارث. البلانت طول ما هو موجود على الارث سيرفيس يعني او على سطح الارض، انا باخد منه الوود، فبقول ان ده فيول. طالما البلانت يا ميس انا بزرعه وباخد منه الوود، طالما تاني بزرعه بعمله بلانتد، بزرعه وباخد منه يا ميس الوود، يبقى ده كده يا ميس ايه؟ بايوفيول. ايه البايوفيول؟ قال لي ده يا ميس ده فيول. طب جاي منين؟ جاي من الليفنج اورجانيزم. وسبيشاليست او يعني بالاخص جاي من مين؟ جاي من البلانت. بس البلانت اللي انا بعمله ايه؟ بعمله بلانت يعني بزرعه، تمام. البلانت موجود، انا عملت له يا ميس كات داون واخدت منه مين؟ واخدت منه الوود. يبقى ده بقول عليه بايوفيول، لان ذا فيرست سيكشن او السكشن الاول اللي هي كلمه بايو جايه من كلمه لايف. طب ايه الحاجات اللي بتديني لايف؟ عندي الليفنج اورجانيزم كلها اللي هي البلانت والهيومن الانيمال. هاخد منها مين؟ البلانت يا ميس اول ما بعمل كات داون للتريز واخد منه الوود، ادي بعتبره فيول. قال لي طب يا ميس ده كده البايو فيول. قال لي وعندي نوع تاني اسمه تشاركول. خلي بالنا انا دلوقتي بتكلم على البايو فيول اللي هو الوود والتشاركول. وفي فرق يا ميس ما بين التشاركول والكول؟ ده اللي احنا هنميزه دلوقتي. ايه التشاركول بقى؟ قال لي ده لما بعمل بيرن للوود، لما بحرق الوود بتديني كول، بس الكول ده جاي من مين؟ جاي من البلانت اللي هي عايشه لسه. اول ما عملت بيرن لمين؟ اول ما عملت بيرن للوود. قال لي طيب يا ميس، طيب ايه كمان عندي؟ قال لي ممكن يا ميس اخد بعض الجراسز زي واللي عندي الكورن وعندي الوود تشيبس اللي هي نشاره الخشب. باخد يا ميس الجراس ده او البلانت ده وتشينج ات انتو لايكويد او بحوله لليكويد. طبعا بيكون في اكيوبمنت او معدات خاصه للتحويلات دي، تمام. طيب ده كده النوع الاول البايوفيول. البلانت موجود على الارث سيرفيس، تمام، وبعمل له انا كات داون
بقطعه وباخد منه الوود، ده بقول عليه بايو فيول. طبعا يا ميس ان انا دلوقتي لما اعمل كات داون للتريز انا كده بعمل ايه؟ بعمل ريموف للجرين ارياز او بشيل الجرين ارياز. طب ده يا ميس هل لي نيجاتيف افكت على الانفايرمنت؟ طبعا. يعني ايه نيجاتيف افكت؟ يعني حاجه باد، حاجه مش حلوه على الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيها. طب هيعمل ايه يا ميس؟ قال لي يا ميس it causes deforestation، هيسبب لي حاجه اسمها deforestation. يعني ايه كلمه deforestation؟ ان انا بعمل ريموف للجرين بلانتس. طب البايو فيول يا ميس ده رينيوبل ولا نون رينيوبل؟ قال لي لا خلي بالك ده رينيوبل، يعني يا ميس ريبليس ديسون بيتجدد بسرعه، بس برضك لازم اعمل له كونسيرف. يعني ايه كونسيرف؟ احافظ عليه، اعمل له كيب، عشان خاطر يا ميس انت فكرك ان البلانت بيعمل جرو، يعني اللينجز بتاعه او الطول بتاعه بيعمل جرو كل سنه مثلا كتير. قال لي لا ده ميس ملي سنتيمترز اللي بيعمل بيها ايه كل يير، كل سنه البلانت بيعمل جرو لايه، يعني لملي سنتيمتر او اطوال صغيره جدا 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 جدا. تمام. قال لي طب ده كنا بنتكلم على مين؟ على البايو فيول. قال لي بقى الفوسيل فيول. طب ادي البلانت، ركزوا معايا، وادي الارث سيرفيس. انا يا ميس بصي البلانت حصل له ديد، مات خلاص، بقى ايه؟ بقى اندر ذا جراوند، يعني تحت الارض، وحصل له حاجه اسمها ديكيد او ديكومبوزد، يعني البلانت حصل له اتحلل خلاص بالكامل. وطبعا يا ميس بصي ادي البلانت اهو، وادي يا ميس بصي الارث في طبعا بريجر، في ضغط وفي هيت، فالبلانت يا ميس بيتحول لايه؟ بيتحول لكول. يبقى في فرق ما بين التشاركول وما في فرق ما بين الايه؟ ما بين الكول. طب يبقى الكول ده جاي منين؟ قال لي من remains of dead plant. طيب يا ميس يعني الكول جاي من remains of dead plant. طيب يا ميس يعني انت عايزه تقولي ان انا عندي دلوقتي الفوسيل فيول اللي هو الطيب التاني ان ده جاي من ايه؟ من remains of dead living organism، يعني سواء جاي من plant او سواء جاي من animal. طيب طالما ما حددليش قال لي living organism ما قاليش plant وانيمال، هقول له ده الفوسيل فيول. قال لي طب انا عندي يا ميس دلوقتي الفوسيل فيول الليفنج اورجانيزم، احنا قلنا في بلانت وفي انيمال. البلانت لما بتعمل ديد او بتموت خلاص بيحصل لها بتبقى موجوده اندر ذا جراوند، طبعا بتتعرض للهيت والتمبريتشر والبريشر سوري. طب بتكون ايه يا ميس؟ بتكون لي الاويل او الناتشورال جاز. يعني يا ميس السي كريتشر او السي انيمالز اللي هي الكائنات البحريه لما بتموت وبتبقى تحت الارض بتتعرض لضغط وحراره كتير، طبعا over millions of years، على يعني millions of years، سنين كتير 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 كتير. قال لي يا ميس بتكون لي الاويل او الناتشورال جاز. طب يا ميس بقى الكول، لا الكول ده جاي من مين؟ من remains of plant. يعني يا ميس remains of plant بتديني نوع من الفيول اللي هو الفوسيل فيول، اللي هو يا ميس يعني ايه فوسيل؟ جاي من remains of dead living organism. انا لسه ما حددتش، لو جاي من plant يبقى يا ميس هيكون لي كول، لو جاي يا ميس من سي كريتشر او سي انيمالز هيكون لي الاويل او الجازولين. دي الحته اللي انا كنت عايزه الاولاد يعرفوا differentiate between them، عشان ممكن يجي لي كمان question حلو جدا، ممكن سواء دلوقتي في امتحان الشهر او في امتحان اخر السنه، ممكن يقول لي the factors that affect on fossil fuel ايه، او formation of fossil fuel ايه الفاكتورز اللي بتاثر على تكوين الفوسيل فيول. هقول له يا ميس البريشر والهيت، هم دول الفاكتورز، ما من غير البريشر والهيت عمر الفوسيل فيول عمره ما هيتكون. فاتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو، ورجاء تترحموا على جدتي حياة، ان ربنا يغفر لها ويرحمها، وان العلم اللي انا بقدمه ده صدقة جارية عني ليها. اشوفكم على خير، باي.